تعالوا نعمل مع بعض حامل المصحف اللي انتوا شايفينه ده مع البوك مارك بتاعته. وطبعا ده احلى حاجة، احلى هدية طول السنة، وبالاخص بقى في رمضان بتبقى فكرة حلوة جدا ومشروع حلو جدا لأي حد. وكل سنة وانتوا طيبين. معاكم تسبيح، يلا بينا نبدأ. دلوقتي ده القوالب اللي انا هشتغل بيها. هشتغل بجرافيتي ريزن. الحاجات الفوشي اللي انتوا شايفينها دي زي قطعات صغنططة في القالب بتاعي، فبدل مرميه لانه هو كان جديد فعملت بالصلصال من بره وقفلتها خالص علشان اقدر اشتغل بيها. طيب انا دلوقتي هبدأ اشتغل. هحط الميزان بتاعي مقفول، احط عليه الكوباية فاضية، بعد كده افتح الميزان وابدأ احط كمية الريزن اللي انا محتاجاها، وبعد كده احط لها كمية المصلب اللي انا محتاجاه. طب النسب ايه؟ النسب دي بتعتمد على نوع الريزن اللي انتوا هتشتغلوا بيه. لو انتوا شغالين بالريزن زي بتاعي اللي هو جرافيتي ريزن المالتي يوز، فالنسب بتاعته كانت 10 ل6، معناها 10 جرام ريزن مقابل ليهم 6 جرام من الهاردنر او اللي هو المصلب. اول حاجة طبعا بنحط واحد واحد، وبعد كده نبدأ نقلب بشويش في اتجاه واحد عشان نتفادى ظهور البابلز. طبعا بما اننا في الشتاء والدنيا ساقعة، فلازم اولا نحط العبوة بتاعة الريزن في مية سخنة او دافية، يعني مايلة للسخونية، قبل الشغل ب10 دقايق. ولما نيجي نشتغل نحط الكوبايات بتاعتنا بعد ما خلطناهم زي ما انتوا شايفين كده في برضه حمام مية دافية، علشان خاطر نحسسه ان احنا في الصيف مش في الشتاء. فالجزيئات بتاعته بتتفكك، بيبقى سهل في التقليب جدا. وكمان بنقلل البابلز بتاعته، بنزود اللمعان، بنقلل عملية ان يبقى فيه منطقة ملزقة او الغيامة او الحاجات اللي بتظهر في الشتاء. طيب انا مسكت عبوة منهم هخليها شفافة، وكوباية تانية هخليها الاوف وايت. الاوف وايت عملته بالابيض المايكا بتاع جرافيتي ريزن، وزودت عليه حاجة بسيطة من ألوان الأكريليك الأبيض. طب أنا زودتها ليه؟ علشان خاطر أنا عايزة اللون مش معتم، في نفس الوقت أنا حطيت حبة صغيرة لأن ألوان الأكريليك بتسرع التصلب وممكن تسخن الريزن، وفي ثواني تلاقوه اتحجر منكم وطلع دخان سام جدا والكوباية بقت مولعة. تمام. فعشان كده احنا بنحط منه حاجة بسيطة، ولان كمان حاجة بسيطة من الوان الاكريليك بتدي تأثير واضح وصريح. انا عايزة بس اكسر عملية الشفافية، انما عايزة تأثير المايكا واللمعان هو اللي يظهر معايا. حطيت هنا القلبين بتوعي. طبعا افضل ان انتوا لو هتشتغلوا حامل مصحف يبقى معاكم قلبين علشان تعملوا نفس التأثير ونفس اللون ونفس كل حاجة في نفس الوقت. هو لما بيتباعوا تيجوا تشتروه بيتباع بالقالب الواحد، خدوا بالكم من الموضوع ده. انا جيت في البوك مارك بدأت حطيت الابيض وحطيت معاه الشفاف، وبحط بسيط ليه؟ لان انا مش عايزة اطلع بره قالب ال البوك مارك. هو طبعا رفيع جدا، وفي نفس الوقت انا عايزة التزم بالنسب بتاعتي. هبدأ اصب الاول الاوف وايت، وهصب الاوف وايت في الناحية التانية، وهيبقى الناحيتين دول ايه؟ الشفاف. نتأكد من نظافة القالب. لو انتوا شايفين فيه بقايا جليتر ريزن اي حاجة، ممكن بسولوتيب او تيب، يعني حسب ما انتوا بتسموه، تمشوه كده على القالب بتاعكم وتنضفوه خالص. مهم جدا لو احنا هنشتغل بالريزن هيبقى شفاف، فاحنا نظبط له حمام المية كويس. بعد ما نخلص حمام المية الدافية نمشي عليه التورش كويس، نحاول نتأكد على قد ما نقدر ان البابلز بتاعته مشيت. وبرضو هنتابع الشغل بتاعنا على طول، كل شوية نبص. ممكن تلاقوا فجأة في بابلز ظهرت معانا، نروح نلحقنا على طول بالهوت ارجان او بالتورش اللي هي الولاعة. وطبعا لو هتشتغلوا بالولاعة بنعملها بسرعة جدا، ما تلمسش القالب، وبزاوية 45 علشان لو جت على القالب صريحة بتحرق القالب وممكن تخلي الريزن يمسك معانا في القالب وللأسف يقطع. خلاص، الحاجات دي مهمة جدا ناخد بالنا منها. انا هنا كان واقع مني اثار ابيض شوية في الشفافة، كنت بحاول اشيلها. زي ما انتوا شايفين ان ممكن تلاقوا ان الشفاف مثلا داخل على الابيض او العكس، فانا بزود الريزم بتاعي، بخلط تاني وازود لغاية ما اخليه المنظر اللي انا عاوزاه. وطبعا هو كمان لما بيتقل شوية انا بعمل فيه التأثير اللي انا عاوزاه، فاقدر احرك برضو الريزن شوية.
بياخد قد ايه؟ تقريبا حامل المصحف يا جماعة بياخد تقريبا 950 جرام او 900 جرام، فتقريبا كل ناحية بتاخد بتاع 450. فانا بشتغل طبعا النص، فانا مثلا عملت، انا متهيألي ان هنا كنت عاملة 500، 250 ابيض و250 الشفاف. بعد كده جبت ورق الدهب وبدأت احطه. طب انا ليه ما حطيتش ورق الدهب من الاول في الريزم؟ الصراحة مش بحب الموضوع دوت، لان وارد جدا طبعا الريزم بيتحرك بعد الصب، فوهو يتحرك بورق الدهب، فورق الدهب يدخل على الابيض او يدخل في بقية القطعة، وانا مش عاوزة كده. فعشان كده بفضل دايما ان انا اوزعهم بنفسي. بس انا هنا بدأت ان انا ازود شوية في ورق الدهب صراحة، فحسيت ان هو لا كتر عن الديزاين اللي كان مطلوب مني، فبدأت اقلله واوزعه على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين هنا بقى لزج خلاص، هو الريزن اتحرك وكده. وعادة ريزن المايكا بيبقى جواه مايكا ساعات بيعمل تأثيرات او خطوط في النص او كده، انا مش بحبها، وبفضل ان انا اجيب خلة واقعد اعمل الحركات الدائرية اللي انتوا شايفينها دي، بس ده لما يكون الريزن تقيل شوية، تمام، عشان اضمن ان هو مش هيتحرك. هاجي هنا الاوردر اللي كان مطلوب مني ان المفروض مع ورق الدهب يبقى فيه ورد ابيض، فانا لقيت عندي الورد ده حلو جدا، كنت جايباه من علي اكسبريس. زي ما انتوا شايفين هنا مازال الريزن لزج خلاص، علشان انا استخدمته كده كمادة لزق للورد بتاعي. لو سايح الوردة هتنزل تحت او ممكن تتحرك من مكانها، انما اللزج ده افضل حاجة، مكان ما انا احط الوردة هتفضل. بس خدوا بالكم من حاجة المفروض ان احنا نفكر فيها، ان ساعات الورد ده يبقى طالع له بوز، حتة مش مظبوطة، كل ده لازم نظبطه عشان لما نيجي نصب عليه الريزن كمان مرة نضمن ان ما يبقاش في حاجات طالعة ويبقى عاوزين نصنفر. انا هحط هنا اسم البنت، اسمها حياء، تمام. انا هنا بعملها بالكتابة بتاعة الفينيل، تقدروا تعملوها بالكتابة بالطريقة اللي انتوا عايزينها، ستيكر شفاف، كتابة بالوان اكريليك، الموضوع يرجع لكم، بس انضف نتيجة واحلى نتيجة وافخم نتيجة هي اللي بالفينيل. طبعا بقى ممكن نكتب الأدعية وممكن نكتب آيات قرآن وحاجات كتير جدا ممكن تتعمل. عشان كده أنا حابة أفكركم وأكد عليكم يا جماعة، ده مشروع حلو جدا جدا في رمضان، وكل الناس دايما بتحب تهادي حاجة، انتوا هتاخدوا ثواب عليها، وكمان اللي هيهادي هياخد ثواب. تخيلوا كل ما صاحب القرآن يقرأ في القرآن بالحامل بتاعكم، هدي انتوا هتاخدوا ثواب. فبجد الفكرة دي حلوة جدا في رمضان، وطبعا حلوة في طول السنة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي عنده اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله هجاوب عليكم. ولسه شغل رمضان عملت لكم كولكشن حلو جدا جدا السنة دي، مش موجود عند اي حد نهائي، وانا متأكدة لانه هو كله تركيبات قوالب على بعض وحاجات فوق بعض وكده، ما بتطلعش قطعة واحدة ده خالص عمرها. مني لازم يبقى فيها تركيبات بس عشان تبقى قطعة مميزة، مش موجودة عند اي حد. بصوا شكله، بصوا اللمعان، بصوا الدنيا طلعت تمام، ما فيهوش اي مشكله الحمد لله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحبته يا رب. اللي عندها اي سؤال تكتبه في الكومنتات، وشجعوني يا جماعه علشان ارجع لنشاط الفيديوهات زي زمان. شجعوني بلايك وكومنت، وقولوا لي جهزتوا شغل رمضان ولا لسه؟ فكر رمضان قرب جدا ولازم تكونوا بتجهزوا له، ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. وشايفين شكله طبعا بقى احنا هنيجي هنصنفر الاطراف دي ونظبطها، وهنا انا كنت صنفرتها وظبطتها، ما لونتش الاطراف ولا اي حاجه عشان الشفافيه تفضل موجوده. بصوا كان شكله حلو ازاي. يلا استنوا فيديو جديد، سلام عليكم.